لو قررت تبدأ تهتم بصفحتك، اوعى تجيب صور من على جوجل أو من على أي صفحة تانية. ناس كتير بتقع في الغلط ده، إن هي تجيب صور مشابهة للمنتج أو الخدمة اللي هي بتقدمه، سواء من جوجل أو من أي صفحة تانية. بكده انت بتكون بتضر نفسك ضرر كبير جدا. مش بس ان انت بتاخد مجهود حد تاني، لا، الخوارزميات بتاعت السوشيال ميديا بتقدر تتعرف على الصور المكررة، وبتقدر تعرف الصورة سواء خدمة أو منتج نزلت في صفحة إيه الأول، وبتعتبر إن الصورة دي لو نزلت في أي صفحة تاني بتكون مسروقة. ودلوقتي مع التقدم ومع دخول الذكاء الاصطناعي الموضوع ده بيحصل بسهولة جدا. يبقى أنت كده ما بتضرش حد غير نفسك. صور من منتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك بموبايلك الشخصي حتى لو بكواليتي قليلة أفضل من إن أنت تاخد صورة من على جوجل أو من أي صفحة تانية. استخدامك للمواقع المدفوعة بيكون أحسن كتير، واستخدامك للذكاء الاصطناعي إن أنت تولد صور للمنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك بيخليك فوق. وزي ما الخوارزميات بتقدر تتعرف على الصور المكررة، برضو بتقدر تتعرف على الصور الأصلية. فلو انت نزلت صور من منتجك أو الخدمة بتاعتك، الريتش بتاعك هيزيد بأرقام انت ما تتخيلهاش. فلو عايز خوارزميات السوشيال ميديا كلها تساعدك في الانتشار، استخدم صور من شغلك الحقيقي.